بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي المشاهدين متابعين قناة السعيدة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وموعد جديد هنا في إطار بطولة تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عام، البطولة المؤهلة إلى كأس آسيا إن شاء الله في السعودية 2025 في النسخة رقم 20 القادمة بإذن الله. المنتخب اليمني يضرب موعدا جديدا أمام منتخب قرغيزستان في الجولة الثانية من أحداث هذه المجموعة التاسعة التي تضم كل من اليمن وفيتنام وقرغيزستان وميانمار. نذكر أصدقائي بنتيجة المنتخب اليمني في الجولة الأولى والذي فاز فيها ب6 أهداف مقابل هدف وحيد على منتخب ميانمار. أما بقية أعضاء المجموعة فالمجموعة بتتكون من اليمن وفيتنام وقرغيزستان وميانمار. منتخب اليمن على رأس المجموعة 3 نقاط، فيتنام وقرغيزستان المركز الثاني والثالث التصفيات ومن أحداث هذه المجموعة. حكم اللقاء على طول يطلق الصفارة علشان تنطلق أحداث المباراة. أول كرة على حدود منطقة الجزاء المنتخب اليمني، لكن بقى قلب الدفاع أمامنا عمر البقيري وقائد التيم النهارده اللي بيحمل شارة القيادة موجود ويخرج الكرة الأخيرة من قلب الدفاع. واضح إن البدايات هتكون قوية جدا والنوايا حاضرة من جانب منتخب قرغيزستان لجاهزية اللاعب للركلة الركنية عالية على القائم الأول، لكن بقى مرة تانية جنب الشمال العرضية خطيرة تعدي على القائم الثاني. يا ستار يا ستار يا ستار، عرضية من جنب الشمال وتسديدة الحقيقة ما هنا من جانب كانتوف اللي بيسجل أول أهداف اللقاء من خلال الفرصة الصعبة الأولى والفرصة اللي أتيحت لهذا المنتخب، وتسديدة قوية لا يسأل عنها أنس الحكيمي. الرقابة كانت معدومة، لازم بقى الرقابه كانت من اللاعب محمد مشبح قائد الجبهه اليسرى تكون اقصى. وردة الفعل الكل حاضره، ردة الفعل الكل حاضره. ادي كوره طلال، ركله جزاء وركله جزاء. لسه بنتكلم عن ردة الفعل وسجدة شكر من كريم حمدي بلغه الهدافين. يا الله يا الله، امامنا هنا المنتخب اليمني سريعا الجراج وركله الجزاء على بعد 7 ياردات. جول هاتها من سقف المرمى، هاتها من سقف الشبكه، والجراش وعلامه النصر وهدف التعادل في المباراه. ايوه كده، بدري منتخب اليمن يعادل الكفه من جديد ويسجل من جديد، ودايما اليمن السعيد اهدافه جديد في جديد. سجل يا كريم، ولكن امامنا هنا حكم اللقاء يحتسب ضربه مرمى. انتفاضه يمنيه. الثقافه استلام ومرور البطولة الثانية في تاريخه بالنسبة بقى لبطولة غرب آسيا. كورة قوية زي ما انت سمعت كده، هي ليست مباراة في الهاند بول ولا الباسكت بول. وادي كورة يا ستار يا ستار. ليه بقى كده عدم الرقابة وانعدام الرقابة؟ المنتخب اليمني يعني هو الأكثر شراسة، هو الأكثر انتشارا، هو الأكثر استحواذا، يسجل الهدف الثاني لمنتخب قرغيزستان. مش معقول يعني نفس الطريقه. قولوا امين. استلام المره دي راحت الجنب الشمال العرضيه، مين يطلع مين يحط. شوف الاستعدادات لهذه الكرات، عرضيه خطيره جدا. نحط راسك يا راجل، املى راسك في الكوره. اصدقائي المشاهدين بشكركم على حسن المتابعه، على امل ان نلتقي بكم واحداث الشوط الثاني، فكونوا في الانتظار. قدامه احمد لجليد، لكن خلينا مع فرصه التعادل. خلينا مع الفرصه وخلينا مع الفرحه وخلينا مع الجول. امامنا هنا يسجل كريم حمدي واحتفاليه كريستيانو رونالدو. لسه بنتكلم عن التشكيل ولسه بنتكلم عن التبديل الاضطراري، وامامنا هنا كريم حمدي الهداف الكبير يسجل الهدف الثاني وسجدة الشكر على ارضيه الملعب. الارض لا تنسى جباه الساجدين والليل لا ينسى انين العابدين. المنتخب اليمني مبكرا بدري خد لك رشوه ميه، خد لك شويه ميه. ينقذ الكره الاخيره ويبعد الخطوره. مره ثانيه كره في المنطقه، ليس هناك رايه. لا هناك رايه وهنشوفها في الاعاده.
لم يتغير. مرة تانية استلام جبهة الشمال، يلا سجل يلا سجل، ادينا ايه؟ ادي ركلة جزاء وركلة جزاء وركلة جزاء، ركلة جزاء امامنا هنا. المنتخب اليمني يتحصل على ركلة جزاء. وهات راسك ابوسها يا كريم، هات راسك ابوسها يا كريم يا حمدي. واحد من نجوم هذا اللقاء، واحد من نجوم هذا الجراج، محمد الجراج يا عالمي يا عالمي، بثبات وبثقة. وهدف ثالث. وارقص وارقص وارقص، افرح افرح افرح، غني غني غني، ومعاك اليمن كلها بتفرح، ومعاك اليمن كلها بتفرح. الصدارة الصدارة عن جدارة، الصدارة عن جدارة. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يا شباكة؟ شبكتك النهارده اتهزت 3 مرات، وعلامة النصر اللي اترفعت 3 مرات. ومن النهارده منتخب اليمن هو منتخب كريم. برافو كريم. لو كل منتخب اليمن بيتحلى بهذه الروح والله هيتقد عبد الله. وهيخرج اللاعب عصام الثقاف صاحب القميص رقم 7. يتدخل الدفاع ويبعدها اللاعب خميدو لو. جديده لصالح المنتخب اليمني، عرضيه خطيره، ضربه راس فين؟ لسه لاعبي منتخب كيرغيزستان، اللمسه والعرضيه الموجوده ولكن